الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض كيكة الرواني، كيكة مصرية 100%. حاجة هتخلي الواحد يغني من حلاوتها. وصفة مكونات بسيطة من مطبخك هتخليكي ملكة الحلويات في عيون الكل. وصفة في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة. يلا خليكم معايا خطوة بخطوة وتفرجوا للآخر لتتعرفوا على سر كيكة الرواني اللي محدش قال لكم عليها. وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا لتصلكم وصفاتي أول بأول. أول حاجة عندنا صينية بندهنها زبدة. الزبدة دي بتودي كيكة الرواني في حتة تانية. ممكن تحطي سمنة، ممكن تحطي زيت، بس أفضل حاجة لكيكة الرواني تدهنيها زبدة. تبطنيها وتحطي عليها معلقتين دقيق وتبطني الصينية بالدقيق. دي أول حاجة بنعملها، ونركن الصينية على جنب. ومعانا بولة بنجيب فيها نكسر فيها 4 بيضات بحرارة الغرفة، ما يكونوش طالعين من التلاجة. تطلعيهم قبلها بساعة من التلاجة وتركنيهم وتعمليهم، ما تنفعش من التلاجة على طول. وبعد كده بنحط لهم 1.25 كوباية سكر. خليكم معايا في تكات وحاجات بسيطة محدش قالها لكم قبل كده. 1.25 كوباية سكر، ونبتدي وباكين فانيليا، 2 باكت فانيليا بنحطهم، وبعدين نضرب بالمضرب لحد السكر ما يدوب معانا. أهم حاجة السكر يدوب معانا، دي الحاجة المهمة. لازم تدوبي السكر بالمضرب. كده تمام. هنروح بعد كده نجيب ليمونة، والليمونة دي بتخلي الكيكة الرواني بتروح في مكان تاني. فياريت كل حاجة بعملها وحاجات بسيطة وسهلة، بس بتوديكي طعم وجمال وحلاوة وريحة مفيش بعد كده. بعد كده بنجيب علبة الزبادي، علبة زبادي كبيرة، ونحطها ونضرب كل حاجة بنحطها نديها ضربة بسيطة عشان تختلط المكونات كلها مع بعض. وبعد كده بنجيب، بعد ما نضرب كده كويس ونطمن ان كل ذابت، نجيب كوباية زيت ونحطها ونبتدي نضرب. بعد ما اختلط الزيت بكل المكونات بنجيب بعد كده الدقيق بتاعنا وننخله على البولة، على المكونات كلها. من الأفضل ننخله، احنا نخلته قبل كده بس بننخله تاني، بيدينا يعني بيدخل هواء في الخليط ويخلي الكيكة ترتفع معانا. وبعدين نضرب واحدة واحدة كده عشان ما ينطورش معانا الدقيق. وممكن تعمليه بالمعلقة، بس كده بيخلي كل حاجة تمتزج مع بعض. المضرب الكهربي نجيب بعد كده المعلقة وناخد اللي على الجوانب كده وننزله ونضرب تاني.
بعد كده بنجيب معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة، وبنحط له معلقة ونص نشا، وبنحط له ذرة ملح بسيطة زي ما انتوا شفتوا، ونضرب بقى نعمل كل المكونات مع بعض. هو النشا المفروض البيكنج باودر احطه المفروض مع الدقيق، انما نسيت فحطيته على كده، بس يمشي برضو. نلم كده ونضرب تاني. وبعد كده نجيب كوباية دقيق بسبوسة ونحطها. معلش، حتة دقيق البسبوسة اللي حطيتها الكاميرا ما كانتش شغالة، فما معلش حقكم عليا. بنحط فيها كوباية دقيق بسبوسة ونضرب جامد لحد ما يتداخلوا كله مع بعض، ونحطها في الصينية ونضربها ضربتين ونجيب خلة ونبتدي نزيل البقع. بعد كده نحطها في الفرن على درجة حرارة حامية، وبعد كده نعمل الشربات بتاعتها، كوباية سكر على كوباية مية. ونسيبهم يغلوا ونحط لهم عصرة ليمونة. نسيبهم يغلوا لمدة 7 دقايق وبعدين نطفي عليهم. كده هنطفي عليها خلاص، وهنطلع الكيكة. اهي طلعت الكيكة في منتهى الحلاوة، مرتفعة واخر حاجة. نبتدي بقى نسقيها بالشربات. الشربات يكون بارد والكيكة تكون باردة الاتنين، عشان لو عملت الشربات سخن والكيكة سخنة هتعجن منك. فكل حاجة بقولها لازم تنفذيها عشان تطلع معاكي كيكة في منتهى الحلاوة. وبعد كده بنحط لها جوز الهند من فوق، نقطعها كده بالطريقة اللي انت عايزاها، ونحط جوز الهند فوقيها. ريحة مالية المكان في الجمال والطعم والريح. فأتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه فيها. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ويقول لي هو بيتابعني منين. وتعليقاتكم بتزيدني حماس ان انا اعمل لكم حاجات جديدة. واللي عنده اي وصفة جديدة عايزني اعملها يا ريت يقول لي عليها وانا اعملها له على الرحب والسعادة. حبايبي، ربنا يبارك لكم ونشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.